أيوة واحد مننا. طبعا احنا نفسينا بنتحدى الارهاب. الارهاب ده اصعب من الحرب يعني. وكنت فاكر ان احنا بنعمل حاجه صعبه. طبعا لما جيت هنا لقيت في حاجه اصعب من الارهاب. المرض. الناس هنا بتتحدى المرض، والناس مبسوطه على فكره ومش زعلانين، والاطفال مبسوطين جدا. وهم في حرب اكتر مننا يعني. احنا ما نبقاش عارفين عدونا فين بالنسبه للارهاب، انما هنا هو عارف عدوه وبيكافحوا بالكيماوي او بالعلاج. وفي نفس الوقت هم مش متاثرين او حاجه، بالعكس ده عندهم عزيمه واراده. وبالتالي هم بيتلقوا العلاج هنا عشان يخرجوا على خير ان شاء الله، ونشوفهم كويسين. مهما كانت الصعوبة، لا مش أصعب من اللي أنا شفته أو الناس بتشوفه. فأنتوا مش أول ولا آخر حد يحصل له كده، أو أنا ولا أول ولا آخر حد يحصل له كده. الفرق بيني وبينكم، في ناس قالت يا ريتني، وفي ناس قالت الحمد لله وكملت. أتمنى الناس كلها تقول الحمد لله وتكمل، مهما كان العلاج، مهما كانت التضحية اللي هتحصل في جسمه. مش معنى كده إن حياتك وقفت. أنا هو قدامكم حصل لي بدر، واتمرنت ولعبت برضه بطولة عالم، بس متحدي الإعاقة. اللي عايز حاجة بيكون، ومحدش يقول يا ريتني. طبعا الراجل اللي جنبي دوت اهو حصل له بتر، وان شاء الله انا واثق ان هو هيعمل حاجه كويسه كده، صح ولا ايه؟ وتتمرن كده صح. ماشي، اشكرك. أيوة واحد مننا. مؤسسة مستشفى 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.